3 نصايح في الرسم ساعدتني ان اطور رسمي من كده لكده. انا انيميستا وهعلمكم ترسموا ديجيتال. لو انت رسام مبتدئ اوعى تعمل فيها جامد زيي وترسم من غير ريفرنس. وديكوا شايفين شكلها بقى عامل ازاي. راكبها جوست. مش لازم الريفرنس يكون صور او وشوش، ده ممكن يبقى ريفرنس عادي. المهم انك تتعلم ترسم الوش والملامح على بعضه قبل ما تدرب نفسك على رسم كل حاجة لوحدها. عشان كده مش غريب ان الرسامين كتير بيعرفوا يرسموا العين حلو جدا لكن ما بيعرفوش يرسموا باقي الملامح. بلاش روح بيكاسو تطلع وتأفوروا في التلوين، خصوصا وان التلوين الديجيتال مغري جدا وممكن تسرح بيه جامد. لو اتكلمنا على الشعر مثلا، الالوان مش متناسقه، اماكن الاضاءه والظل متوزعه بشكل عشوائي، واكبر غلطه عملتها اني ما استخدمتش البلندنج مودز في الفوتوشوب. ايوه انا بستخدم الفوتوشوب في الرسم، بس البلندنج مودز دي موجوده في كل البرامج. شوف التلوين هنا حلو جدا، وعلى فكره ب3 الوان بس. اللون الاساسي للشعر درجه اغمق لاماكن الظل اللي موجوده في الريفرنس، درجه افتح لاماكن الاضاءه وهو الجزء ده. اقول لك على التركه الجامده، خلي اللاير بتاعت اماكن الظل ملتبلاي واماكن الاضاءه لينير دوج اد، وهتدعيلي. بعد ما تخلص اللاين ارت باللون الاسود، جمع كل اللايرز في لاير واحده، دوس كنترول ودوس على اللاير في نفس الوقت عشان يعمل سيلكشن، وجيب اغمق درجه من اللون اللي بيعبر عن الرسمه او اللون الاساسي فيها ولون بيها السيلكشن كله، هتبقى احلى كتير.